السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. أنا بتمشى شوية فقلت أغير لكم منظر. دايما بكون قاعدة في العربية في البريك، فقلت أنزل أخد لفة كده حوالين المكان اللي أنا بشتغل فيه يعني، وأرد على سؤال عمال يتكرر كتير، وفي كومنتس بتبقى مسيئة الحقيقة يعني، بس أنا بطنش. الناس اللي تبعت لي سؤال خاص بظروفها هي شخصيا. انا مدرس كذا وخريج كذا وعندي ولاد كذا، تنصحيني بايه؟ ارجوك الرد. ومحاولات وتكرار السؤال كذا مره بالحاح، ويبعتوا لي ايميلز، يبعتوا لي على الكومنتس، يكتبوا لي في الكومنتس على يوتيوب، وكمان دايركت مسجز على انستغرام. وانا يا اما ما بردش خالص على الشخص ده، يا اما برد واقول له يعني كل شخص ظروفه مختلفه. معلش انا مش ببص على الكاميرا عشان ما اقعش، يعني ببص تحت رجلي. دايما برد بقول يعني كل واحد على حسب ظروفه. وبعدين انا مش عايزه اخد يعني مسؤوليه ان انا اقول لحد يعمل حاجه وبعدين لا قدر الله يسافر ولا يضيع عليا، ولا انا ما اعرفش ظروف كل واحد ايه، يعني يقول منك لله ورطتيني ولا منك لله دبستيني ولا اي حاجه من هذا القبيل يعني. basically انا لو رديت على السؤال وقلت لحد يعني لا ما انصحكش تيجي حلقة اللي بتهمني انتي محبطة، بلاش بلاش ترهبوا في الناس. جالي كومنت ده كتير. اولا هو احنا مين؟ هو انا تبع انهي فريق بس، او انهي جماعة، او انهي عصابة بس؟ عشان انا مش عارفة امان انتم يعني احنا مين. مضحك بس at the same time حاجة يعني مش قلة ذوق، دي قلة ادب. انا بدور على الباب عشان اخرج من البارك دوت، مش عارفه الباب فين الحقيقه. انا بحاول اكون حريصه لما برد على حد بنصيحه، اني ما مش عايزه misguide people، يعني انه اقول حاجه وانا بفتي. يعني انا دائما عندي تحفظ في الرد على السؤال دوت، عشان مش عايزه يعني انصح حد بحاجه ولا قدر الله ياخد قرار based on رايي انا الشخصي، وانا ما اعرفش ظروفك، ما اعرفش حياتك، ما اعرفش انت شخص لوحدك او عندك اسره مسؤوله منك. بس في نفس الوقت بيبقى نفسي اقول الحقيقه، لانه كندا من زمان، من وقت ما انا جيت من وانا طفله في الثمانينات، غير الوضع من وقت ما انا جيت في كيباك تحديدا من 21 سنه. غير الوضع دلوقتي خالص، يعني مختلفه جدا جدا جدا. لو انا بتكلم بجد وبنصح حد من قلبي وحد اعرفه actually، لو حد يعني صديق او حد مقرب، اذا الشخص دوت ما عندوش بلان لما يجي هنا هيعمل ايه بالظبط، حقيقي ما انصحكش تبيع بيتك وتبيع عربيتك وتخرج ولادك من مدارسهم وتبيع اللي وراك واللي قدامك بيسكلي عشان تيجي هنا وانت مش عارف انت هتعمل ايه. الحياة هنا غالية جدا دلوقتي، من اول ايجار لحد اكل وشرب لحد لبس، بس البيسك نيسيسيتيز. شخص واحد بيشتغل مرتب ما يكفيش اسرة، والله ما يكفي. وكلامي ده مش ترهيب ولا بحاول اخوف حد والله. الشجرة دي مليانة عصافير. في ناس على راسي في التاني، هقلب الكاميرا شوية عشان مش عايزة اطلع حد في الصورة يعني. اللي بيسألني يعني تنصحيني ايه وانا وضعي كذا، انا مدرس، انا كذا، اعمل ايه، ابيع ايه، اشتري ايه، يعني عايز اسافر وخلاص. ما انصحكش تعمل حاجة لو انت جاي للأنون. لازم يكون في بلان. لا شخص عنده أسرة اللي جاي يستكشف بس، تعالى لوحدك، ما تطلعش ولادك من مدارسهم، ما تبيعش اللي حيلتك ولا شقتك ولا عربيتك. تعالى لوحدك الأول، تعالى شوف الوضع عامل ازاي، تعالى قدم انت على شغل، قدم شوف هتعرف هتدرس ولا مضطر تعمل ايه. ما تنقلش أسرتك بحالها من قبل ما تبقى عندك بلان solid بلان هتيجوا هنا تعملوا ايه exactly. دي النصيحة يعني اللي أقدر أنصحها. لكن لو واحد سنجل لوحده ولسه ما عندوش أسرة وشاب صغير أو شابة صغيرة، طبعا ممكن تيجي تستكشف، ولو ما عجبكش مش هتكون خسرت كتير. مثلا هتخسر مثلا تمن تذكرة سفرك وتمن شهرين 3 اللي قعدتهم هنا، يعني طبعا هتضيع فلوس، بس على الأقل هتبقى حققت حلم السفر دوت وخدت التجربة وشفت البلد ديت يعني what it's all about. يعني الناس حابة السفر وحابة
العيشه بره عشان ايه، تستاهل بالنسبه لك ولا ما تستاهلش. دي النصيحه والله اللي انصحها لكم، يعني لو انتوا اخواتي ولا ناس مقربين مني ولا حبايبي، ما تضحوش بكل حاجه مهما حسيتوا ان الوضع في بلدكم صعب جدا. الاصعب منه ان انت تيجي هنا وتبقى مش قادر تاكل ولادك، او ان انت مثلا تكون دكتور في بلدكم وتيجي هنا تلاقي نفسك هنا شغال سوري يعني بتنظف اي حاجه يعني. anyway قلت اخدكم معايا وانا بتمشى شويه، فانا عرقانه باين عرقي في الكاميرا ولا ايه. بس بدي نصيحه والله من اختكم، spend time، قضي وقت ان انت تدرس الموضوع قبل ما تاخد قرار زي دوت وتشحرط نفسك واسرتك على حاجه هتيجي هنا تتصدم لا قدر الله ولا حاجه زي كده. وبليز ما حدش يكتب لي انت محبطه ولا انت مش عايزه الخير لغيرك. انا اتمنى الخير لكل الناس والله، ربنا اللي يعلم، بس مش عايزه الناس مش فاهمه ان انا جيت هنا من زمان ووضعي مختلف عن اي حد بيفكر يسافر جديد في ظروف البلاد اللي في العالم كلها دلوقتي. وكمان حاجه كمان، ما تفتكروش ان انا بقول خلاص اللي نجح في كندا وما فيش فرصه لحد تاني، لا طبعا فيه، ومن جد وجد ومن سعى باذن الله هيلاقي يعني هيلاقي ثمر تعبه دوت. مش عارفه صفاره emergency دي ولا ايه، صوت كده زي ما يكون فاير او حاجه. اوكي رجعت العربيه، بس هاخد حاجتي وارجع بقى اكمل بقيه الشفت. بس anyway خلاصه الموضوع انه مش عايزه بس حد يفتكر برضو ان انا يعني بطفش الناس او احسسهم انه ما تجوش احسن، او مش عايزه حد يجي هنا عشان مش عايزه حد ينجح او اي حاجه زي كده، لا سمح الله والله. مش معنى كلامي ان انت لو انت جيت مش هتنجح او مش هتقدر تحقق حاجه او مش هتقدر تعمل دراسه حلوه وكارير حلو وفيوتشر حلو ليك ولاسرتك، لا. بس لا، الغرض من كلامي انه اقول لك اعمل الريسيرش بتاعك، قضي وقت بتحضر، اعمل خطه هتقعد قد ايه، كام شهر، هتعمل ريسيرش فين، هتقدم في انهي جامعه، وابتدي راسل الناس ديت من قبل ما تقطع تذكره سفر وتقرر ان انت تسافر. يعني اعمل بلان. الناس بتبعت لي مسج، انا مش هعمل لك الريسيرش بتاعك عشان اقول لكل واحد بيبعت لي مسج يعني individual حاله بتاعته هو يجي ولا ما يجيش. وبعدين انا مين انا عشان اقول لك تيجي ولا ما تجيش؟ انا رايي مش مهم اصلا. بس من القلب ديت النصيحه، انه قضي وقتك ان انت تبلان اهيد قبل ما تيجي، حضر نفسك. ومن رايي ما فيش اب او يعني حد ينقل ولاده هيلا بيلا بكل املاكه يبيعها ويجي هنا. مش قرار صح دوت، وما انصحش حد بيه. تعالى لوحدك واستكشف الاول يعني. يا رب الفيديو دوت حاسه all over the place كده يكون قلت كلمتين مفيدين، يعني يكون وصل قصدي بجد، علشان محدش يحس ان انا محبطه او مش عايزه ناس تيجي او بطفش الناس، يعني مش عايزه نجاح لحد، لا خالص والله مش ده غرضي بس تنبيه الناس للوضع الحالي يعني، وان انتوا تبقوا مجهزين نفسكم وتو بي prepared يعني. بس كده، اشكركم جدا جدا على متابعتكم. لو في اي توبكس حابين اعمل فيديو عليها اكتبوا لي في الكومنتس، وباذن الله اعمل فيديو عليها. شكرا جدا، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.